مرحبا، عندنا اليوم شرح سريع لكيف أميز سعر شركة أنا جاي مقبل على شراء سيارة من تبي التمليك، كيف أعرف عرضها كويس ولا لا، وكم يبون ياخذون فايدة. طبعا نوضح بالبداية، أنا لما أشتري سيارة أجار من تبي التمليك يكون بالمعاملة ثلاث أطراف: بايع اللي هو الشركة، الوكالة أو المعرض، ومشتري اللي هو أنا، وممول اللي هو شركة التمويل. فشركة التمويل تعطي الوكالة فلوس قيمة السيارة وأنا أقصدها. تمام؟ طيب، هذا عرض من أحد الشركات. سعر السيارة كاش 71,000، قالوا الدفعة الأولى 30,000 والدفعة الأخيرة 25,000 والقسط 900. تمام؟ يعني كم قيمة القرض اللي باخذه من الشركة هذه؟ قيمة السيارة 71,000، أنا أعطيت شركة التمويل 30 وهم زادوا من جيبهم 41,000 وعطوها للوكالة وقالوا أعطونا السيارة. يعني كم دفعوا من جيبهم؟ 41,000. هذا مبلغ التمويل اللي اقترضته من الشركة وصارت عليه الفوائد. ممتاز. طيب، 41,000 هذه نبي نفصل فيها الآن. طيب، كم قيمة الأقساط؟ احنا قلنا 900 بالشهر، 5 سنين فيها 60 شهر، ف900 ضرب 60 يطلع 54,000. هذه مطلوبة مني أدفعها أقساط. ممتاز. طيب، نجمع الدفعتين والأقساط، 30,000 زائد 25,000 زائد 54,000 يطلع 109,000. هذه قيمة السيارة طالع علي أقساط. كم فائدتهم؟ ممكن يجي شخص يقول يا أخي فائدتهم 38,000، لأن قيمتها كاش 71 وطلعت عليه 109، صار قيمتهم 38. لا 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 لا، خطأ. الكلمة الحسبة هذه خطأ. ليش؟ خلينا نفصل. احنا اتفقنا انه قيمة التمويل 41,000 لاني انا مشاركهم بالمبلغ 30,000، هذه خاصة منها. طيب، نيجي هنا. طبعا المعلومة الدفعة الأخيرة مطلوبة مني كاش 25,000، وإذا قلت عيدوا جدولته بيعيدونه بفوائد أكبر. وش يعني؟ خلينا نجي هنا الحين. يعني اللي صار، وش اللي صار؟ اللي صار عشان أدفع قسط قيمة 900 ريال، الشركة تبي مني غير الأقساط 900 تبي مني 30,000 دفعة أولى و25,000 دفعة أخيرة. يعني مطلوب مني كاش 55,000 على دفعتين، بداية المعاملة ونهاية المعاملة. هذه 55، هذه أنا أدفعها كاش. تمام؟ طيب، قيمة السيارة قلنا كم كاش؟ 71. ننقص منها 55 اللي أنا جالس أدفعها كاش، مطلوبة مني كاش بالبداية وبالنهاية، طلع الباقي أو الفارق 16,000. يعني خذوا علي 38,000 على تمويل فقط 16,000. ممتاز. وهنا قلنا قيمة السيارة 109,000 في حال عندي أنا كاش 25,000 دفعة أخيرة. ولكن لو ما عندي كاش 25، وغالبا ما حد عنده كاش 25 دفعة أخيرة، شو يصير؟ تحسب حسبة جديدة. كم تصير فائدتهم؟ اللي خذ فائدة 38,000 على تقسيط 16,000 طبيعي بتزيد فايدته إذا كان المبلغ 25,000. فاحتمال قيمة السيارة تكون، يعني يقول بافتراض 25,000 خذ عليه فائدة. طبعا 16 هم دبلوها 3 مرات، 16 32 مرتين، يعني احتمال يزيد 50,000 هنا فوائد، أو تزود أو تنقص. فصار الموضوع كارثة. أنصح الجميع، حاول قدر الإمكان تاخذ سيارة كاش. خذ لك قرض، خذ لك سلفة، خذ من بنك التسليف قرض، أي شيء، ولا يسلفونك 16,000 أقساط ويأخذون عليها فائدة 38,000. هذه كارثة. بالتوفيق.